لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، لا تنسوا الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم خوتنا راح نقدم لكم آخر أخبار المنتخب الوطني الجزائري. وقبل بداية الفيديو خوتنا راني نشوف التفاعل ناقص شوية عندي في اليوتيوب. إذا عجبك الفيديو والله ما تبخلش علينا بجيم وأبوني. وراح نبداو لكم بالخبر الأول: تصريح بيتكوفيتش للاعبين. بيتكوفيتش ظهر متحدثا لزملاء رياض محرز قبل أول حصة تدريبية قائلا: لدينا 4 أيام ستكون مخصصة للعمل والتحضير الجيد. وقال بيتكوفيتش: أريد أن تقدم كل شيء من الناحية البدنية. ويبدو أن بيتكوفيتش يركز كل عمله على الجانب البدني، خاصة بظل معاناة العديد من اللاعبين من نقص في المنافسة، خاصة بالنسبة للاعبين الذين ينشطون في البطولات العربية. بيتكوفيتش راه يدير في حاجة مليحة كي راه مركز على الناحية البدنية أكثر من أنه مركز على الناحية الفنية، لأنه الناحية البدنية هي الصح في لافريك أكثر من أنه يكون عندك تاكتيك قوي. لأنه في لافريك كي تلعب في لافريك لازم تكون عندك سرعة قوية وما تعياش بزاف، وكي طاكليك جوار ما تصابش بالخف لأنه راك قوي بدنيا. وراني نشوف في بيتكوفيتش راهو معاها وراه مركز على لا كوب دافريك اكثر من انه مركز على كاس العالم. وراني نحس بلي بيتكوفيتش راه حاب يقدم حاجه للمنتخب الوطني، وهذه التجربه تاعو في لا كوب دافريك، ونتمنى انه ينجح فيها. ما نقولكش ندو كاس افريقيا والله، وانما كي نخرجوا من دور نصف النهائي رانا ملاح، لانه صعيب دي كاس افريقيا. كاين عده منتخبات قويه مثل كوتيفوار، نيجيريا، السنغال. والمهم نتمنى أن يكونوا اللاعبين جاهزين ويكونوا في أفضل حالاتهم لتقديم المستوى الجيد للمنتخب الوطني. وكل الحظ والتوفيق للمنتخب الوطني. 1 2 3 في فالنتيري. وننتقل معكم إلى الخبر الثاني والخبر المفاجئ: يوفنتوس وضع المدافع الجزائري رفيق بالغالي ضمن قائمة اهتماماته لتعزيز الخط الخلفي خلال سوق الانتقالات الشتوية. الإدارة الرياضية في تورنتو أجرت بالفعل اتصالات أولية مع المدير الرياضي لفيرونا لجمع المعلومات حول وضعية اللاعب وإمكانية التفاوض معه. رفيق بالغالي لاعب جيد، نتمنى أنه يعيطولو يلعب في نادي يوفنتوس، وراح يلعب في المستوى العالي وزيد يطور من روحه بدنيا وتكتيكيا أكثر. هو لاعب صغير ولاعب جيد، يعرف كيف يراوغ اللاعبين، عنده تسديدات قوية على المرمى ويعرف يلعب كهجوميا، يعرف يلعب مليح، ودفاعيا ثاني دافع مليح. هما اللاعبين يحتاجون انهم يكونوا معنا في المنتخب الوطني. نتمنى انه بيتكوفيتش يعتمد عليه كاساسي في كاس افريقيا، وراح يقدم المستوى الجيد ان شاء الله. وكل الحظ والتوفيق لهذا اللاعب مع المنتخب الوطني. معنا الى الخبر التالي: تصريحات فارس الشايبي قبل بداية كأس إفريقيا. قال: الحمد لله، الأمور تسير على ما يرام، الأجواء رائعة داخل المجموعة، ونحن نستعد بكل قوة لتحقيق بداية قوية في كأس إفريقيا. سعيد جدا بتواجدي مع المجموعة، وكل العناصر عازمة على الذهاب بعيدا في هذه البطولة، ونحن نلعب دائما من أجل الفوز، وهذا ما سنسعى لتحقيقه في الكان. تحدثنا كثيرا فيما بيننا عن المباراة الأولى، لأنها مفتاح الحقيقي للدخول في أجواء المنافسة، مثل ما حدث معنا في كأس إفريقيا 2019. مباراة السودان ستكون قوية ومهمة، علينا التعامل معها بكل جدية. تصريحات جيدة من فارس الشايبي، ويعجبني كي قال لازم المباراة الأولى ندخل لها بقوة. عنده الحق، لأن المباراة الأولى هي الصح في كأس إفريقيا، تخسر فيها ولا تتعادل راح يكون عندك نسبة كبيرة بعد تخرج من دور المجموعات، مثل ما حدث لنا في كان الكاميرون 2022. خسرنا، تعادلنا المباراة الأولى ضد سيراليون، خرجنا من البطولة مبكرا. ومثل ما حدث لنا في كان الكوتيفوار الأخيرة أيضا، لعبنا المباراة الأولى مع أنغولا، تعادلنا ضدهم، خرجنا من البطولة مبكرا. لأنه في المباراة الثانية كان علينا ضغط كبير وكنا متخوفين، وكان علينا لازم نربحو غينيا الاستوائية، ولقينا رواحنا خسرنا ضد غينيا الاستوائية، لهذا نكونوا حذرين. نربحو المباراة الأولى خلاص تقدر تقول التأهل من دور المجموعات راه في الجيب، لأنه كي نربحو المباراة الأولى المباراة الثانية راح نلعبوها بكل أريحية ومن دون ضغط. وكل التوفيق للاعبينا
في كأس افريقيا، ونتمنى انه يقدموا المستوى الجيد ان شاء الله باه نجيبوا هذه البطولة ان شاء الله، على الاقل النصف النهائي. ما نقولوش حنا نجيبوها، بصح على الاقل النصف النهائي رانا ملاح. نقدم لكم اخر خبر في هذا الفيديو. تصريحات إيلان قبال. قال: أنا سعيد جدا بتواجدي مع المنتخب الوطني، ونحن نستعد بكل جدية قبل السفر للمغرب من أجل تقديم كأس إفريقيا جميلة وتشريف الألوان الوطنية. نحن جميعا مستعدون وواعون بحجم المسؤولية في ظل تأطير رائع مع وضع بعض اللمسات الأخيرة قبل السفر. وقال أيضا: حظوظنا ستكون على أرضية الميدان وليس على الورق، والأهم هو اللعب من أجل تحقيق التأهل من دور المجموعات. يعني اللاعبين هذو جدد راهم متحمسين باه يديروا المجهودات اللي عليهم في كأس افريقيا، وحابين يضمنوا بلاصتهم كأساسيين مع المنتخب الوطني. إن شاء الله يفرحونا ويرجعونا الانتصارات في المنتخب الوطني. وكانت هذه أخبار اليوم للمنتخب الوطني. وما تنساوش يعني خاوتنا ديروا لنا جيم وابوني، راه التفاعل شويه ناقص، راني نتعب شويه في المونتاج وكذا. شجعونا بجيم وابوني اذا عجبكم الفيديو، واعطونا رايكم في التعليقات. اسكو راح نروحوا بعيد في كاس افريقيا هذه تاع المغرب والله ماناش رايحين؟ وانا راح نرد على تعليقاتكم كيما راكم ان شاء الله. ونتلاقاو في فيديو واحد اخر ان شاء الله خاوتنا، والسلام عليكم.